قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. سورة الزمر 23. وقد تبادر إلى الأذهان سؤال، وهو لما قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سورة الإسراء 82، حيث تم قراءة القرآن على بعض الحالات المرضية ولم يشفوا، حيث قال الله تعالى: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. وقال أيضا: شفاء ورحمة للمؤمنين، أما يدل على شرط أساسي وهو الخشية من الله والإيمان، حيث تنتاب جلودهم قشعريرة من شأنها يلين الجلد، والتي تؤدي معا إلى لين القلب، والذي بدوره كما هو معلوم علميا أن يرسل حوافز للغدة النخامية فتفرز هرمونات بالقدر الذي يحتاجها العضو المصاب فتزوده بالنقص حيث ينتهي المرض.